بنلاقي برضو حازم امام، حازم محمد يحيى الحريه امام، مواليد 1975. حازم امام مع منتخب مصر في بوركينا فاسو اللي هي 98 1998 مع كابتن الجوهري، واخد البطوله مع الزمالك، واخد كاس افريقيا 2001. حازم امام المهاره والخفه وكان تحب تتفرج على حازم امام في الملعب، سواء كنت اهلاوي زملكاوي اي حاجه، بتحب تتفرج على حازم امام ومهاراته وترقيصاته. كان عنده اما بيلم بيمينه ويرقص بشماله، والاهداف الجميله اللي كان بيجيبها، والتفاهم اللي كان بينه وبين كل الناس اللي لعبوا معاه في جميع الاجيال، وخاصه حسام حسن اللي هو اكبر منه بكام؟ ب9 سنين مثلا. في من اللعيبه اللي موجوده دلوقتي اللي بتحب تستمتع بيهم برضه عبد الله السعيد، مواليد 1985، بدا في النادي الاسماعيلي. وعبد الله السعيد لعب كاس العالم للشباب قدام ميسي، هو مواليد 85، ميسي مواليد 87، ولعبوا كاس العالم للشباب في 2005 وفي هولندا، وارجنتين طبعا كسبت مصر يومها. بعديها عبد الله السعيد وكان في الاسماعيلي ابتدى ان هو يعلى قوي، وابتدى يروح منتخب مصر وراح النادي الاهلي، وكان ممكن هو لغايه دلوقتي في مستوى عالي جدا جدا. ولما مشي النادي الاهلي عمل فرق شويه، لكن النادي الاهلي ما بيقفش وخد بطولاته عادي جدا النادي الاهلي برضه. لكن عبد الله راح احترف في البانيا شويه، فنلندا كان رايح على اساس، وبعدين اهلي جده، حاجات كلها محطات. لكن هو حاليا في نادي، وبالتالي متالق مع نادي وهداف الدوري اللي فات، ويعني تحب شويت حاجات كتير قوي. فلتة الكرة المصرية بقى محمد أبو تريكة. لما نيجي نتكلم على محمد أبو تريكة تقول الراجل ده اللي عمل كل حاجة تقريبا، شبه عمل كل حاجة. ليه؟ هو مواليد 78 وبدأ في نادي الترسانة، وفضل في نادي الترسانة لغاية ما كان عنده 26 سنة، وبرضه الزمالك طلبه والاهلي طلبه وراح النادي الاهلي. ومن ساعتها تقريبا خد كل بطولات الدوري، خد كميه بطولات دوري مع النادي الاهلي ما فقدش غير 3 ولا 4، وخد افريقيا مع الاهلي. وفي نفس الوقت راح دوره لندن 2012 مع المنتخب الاولمبي في الاولمبياد، وكانت هي تكريم ليه، كان عنده 34 ايامها. ابو تريكه الهداف، صانع اللعب، الخلوق، كل حاجه ممكن تقولها كويسه عنده. في كمان طاهر ابو زيد. طاهر ابو زيد مواليد 1962، طلع الفريق الاول النادي الاهلي سنه 79، كان اول ماتش ليه مع الاهلي في المحله. طاهر ابو زيد كان عنده 17 سنه، ودي من الحاجات برضو اللي هي نادره. طبعا شماله الكرباج الصاروخ اللي بيطلع من رجله، واخد هداف بطوله كاس افريقيا 1984. وفي نفس الوقت ان هو طبعا كان مع المنتخب اساسي ومميز ومع النادي الاهلي واخد برضه بطولات دوري وافريقيا 82 مع النادي الاهلي، بطولات كتير. لكن طاهر ابو زيد اعتزل وهو عنده 30.